طيب، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شرح النهارده عن طريقة تبنيد اي شخص على الايمو، او خلينا منقولش تبنيد بس عشان نحاول الطبع والنشر بتاع يوتيوب وكده. خلينا نقول ان انت دلوقتي في حد اخترق حسابك على الايمو وانت مش عارف ترجع الحساب ده، فانت هتوقفوله يعني، ولا انت تستفيد بيه ولا هو يستفاد بيه؟ يعني بمعنى اصح، يعني عيش عيشة فل ينموت احنا الكل. المهم خلينا بقى نخش في الموضوع على طول عشان مطولش عليكم. بس في وقت الفيد طبعا لازم تكمل الفيديو، ما تقدمش فيه ولا ثانية ولا تأخر ثانية. تمام؟ طبعا ما بقولش الكلام ده في الفاضي وكده، لا، لازم تقدم الفيديو عشان اللي بيشوفني دلوقتي طبعا هيبقى عايز الكود اللي هو بيبند بيه. فانا مش هسيب لك لينك الكود في الوصف، لان طبعا زي ما انتوا عارفين الموبايل اللي انا بتعامل عليه بيه ده موبايل تاني. تمام؟ موبايل جديد، فالموبايل التاني كل حاجة عليه اتمسحت وكده، فهياخد وقت عما انزلهم تاني. فمعلش بقى المرة دي بس، او الفيديو ده بس، اللي يشوف الفيديو دلوقتي هيلاقي رقمي تحت في الوصف، هيخش لي بس هيكلمني يقول لي انا جايلك من يوتيوب، ويبعت لي لينك الفيديو اللي هو جاي منه، لان طبعا شارح كذا فيديو قبل كده عن الموضوع ده، عن اللي هو طريقة تبنيد اي شخص على الايمو. فعشان بس ابقى عارف هو داخل عايز الكود نوع، يخش يبعت لي لينك الفيديو ويقول لي انا عايز لينك تبنيد الايمو بتاع الفيديو ده، وانا هرد عليه على طول اديله الكود. وبس كده يا اخواتي. طبعا اي موبايل في العالم بيبقى عليه جيميل، الجيميل اللي هو ده. تخش انت على الجيميل، عندك تحت حاجة اسمها انشاء اللي دي، بعلم لك على كل حاجة اهو. تضغط انشاء الى ديت. ثواني بس اجيب الاكواد. انا طبعا لما انت تخش لي على الواتس دلوقتي تقول لي ان انت عايز الاكواد، هبعت لك الكلام ده كله. فانت عندك هنا حاجة اسمها الجيميل، اللي هي سبورت ايمو دوت كوم دي، تاخدها كده نسخ تحط هنا لاصق. والموضوع هتلاقي طبعا عندك حاجة اسمها موضوع، تاخده نسخ، تروح للايمو للجيميل اسف، تروح للجيميل، تحط في مكان الموضوع دي في خانة الموضوع اللي هو اللي احنا لسه ناسخينه دي. والكود ترجع تاني عند الكود تحدده كله، بس ما تسيبش او ما تاخدش خانات فاضية وكده، عشان بس نبقى ماشيين بالظبط. هتعمل هنا لصق كده للكود زي ما انت شايف كده، بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، مفيش اي غلطة، وما تسيبش طبعا لا فراغات وكده. عندك هنا رقم اللي هو زائد 20 دي، طبعا لان انا من مصر فانا عامل زائد 20. انت من اي دولة تانية بتحط المفتاح بتاع الدولة بتاعك وبتكمل طبيعي. تمام؟ هنا عشان بس انا اعرفك ان انا مقولش اي كلام، وانت تبقى عارف ان انا مبطلعش اقولك اي شخص ما يعجبكش عليه مفنده، لا. هنا انا متعمد اجيب لك الطريقه ان انت تحط الرقم بتاع الحساب، لان الايمو طبعا مبيبقاش ظاهر. يعني انت مثلا واحد عامل ايمو دلوقتي، ميبقاش ظاهر لك الرقم اللي معمول بالحساب بتاع الايمو للاشخاص اللي عندك، الا اذا لو كانوا جهات اتصال عندك وكده. فانت زي ما قلت في اول الفيديو، انت واحد حسابك مخترق، فانت عايز توقفه خالص، مش عارف ترجعه، فانت عايز توقفه خالص محدش يستفاد بيه. تمام؟ فانت بتبقى انت اللي عامل الحساب، تبقى عارف رقم عامله رقمك انت ورقم حد تبعك كده، فانت يبقى معاك الرقم. فهو الرقم اللي انت عامل بيه الحساب اللي انت عايز توقفه هو اللي انت هتضيفه هنا. وليكن مثلا نحط هنا رقمي، وليكن مثلا هو ده الحساب، او هو ده الرقم اللي احنا عايزين نوقفه خالص ما يستخدمش قيمه تاني. بعد ما تضيف الرقم عندك فوق كده العلامة اللي هي بالازرق ديت او السهم، تضغط عليها. هنا الجيميل خرج، طبعا في تليفونات تانية ما بخرجش منها، بس انا التليفون بتاعي التحديث بتاعه هو كده بيطلع، بس مش مشكلة طبعا. انت اول ما تبعتها تيجي عندك كده على التلات شرط اللي فوق دول، اللي هما التلات شرط دول، تضغط عليهم، تنزل تحت عندك حاجة اسمها كل البريد، تضغط عليها. هنا عندك انا اللي دي تم الارسال،
اول ما يجيلك تم الارسال كده انت خلاص هتسيب الجيميل، هتطلع منه مكنتش محتاجه. تمام، تطلع كده من الجيميل وتستنى، مش هقولك دقايق عشان بس ما اكذبش عليك، هتستنى ساعة ساعتين 3 ساعات، يعني على حسب برضه. لو انت عامل جيميل جديد بيساعدك في انهم يردوا عليك، يعني ما بيتأخروش في الرد عليك. يعني لو انت عامل جيميل قديم بعت لهم من عليه قبل كده او بعت للواتساب لاي فرق دعم مش شرط الايمو، بيتأخروا شوية. لو انت عامل جيميل جديد يعني بيستعجلوا وبيردوا عليك قول في نفس الساعة مثلا. بس طبعا مش هتفرق لان في كلا الحالتين هيردوا عليك والحساب هيقف اللي انت عايز توقفه، هيردوا عليك في خلال ساعة ساعتين 3. بان الحساب ده طبعا شكرا لك وكده، وان الحساب رجعنا حقوق لا الايمو وكده، ولان الحساب بيخالف اللي هي الحقوق اللي هم حاطينها، وهيبان له الحساب او هيقفله خالص. وبس كده يا اخواتي، ودي بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.